مرحبا بكم جميعا. في عالم مليان بالتشتيت والإلهاء، كلنا بنواجه تحدي التركيز. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو أسرار قوة التركيز وإزاي نقدر نحافظ عليه. تخيل معايا أنت قاعد عايز تذاكر أو تشتغل، وفجأة لقيت نفسك بتتصفح السوشيال ميديا من غير ما تحس. ده شيء طبيعي بيحصل معانا كلنا، بس المشكلة لما يبقى ده نمط متكرر بيأثر على إنتاجيتنا وأهدافنا. السر الأول للتركيز هو إننا نفهم دماغنا كويس. الدماغ البشري مش متصمم للتركيز لفترات طويلة متواصلة، هو محتاج فترات راحة منتظمة. تقنية البومودورو مثلا بتقترح إننا نشتغل 25 دقيقة وناخد 5 دقايق راحة. الطريقة دي بتخلي تركيزنا أقوى وأكثر فاعلية. النقطة المهمة التانية هي البيئة اللي بنشتغل فيها. لازم نخلق مساحة خالية من المشتتات. موبايلك حطه بعيد أو اقفل الإشعارات. الضوضاء استخدم سماعات عزل الصوت. كل ما البيئة حواليك أنظف، كل ما تركيزك هيبقى أحسن. طيب، تعرف إن الأكل والنوم ليهم تأثير مباشر على تركيزك؟ لما بتنام كويس وبتاكل صح، دماغك بيشتغل بكفاءة أعلى. النوم مش ترف، ده استثمار في قدرتك على التركيز. فيه سر ثالث مهم جدا، وهو إدارة الطاقة مش إدارة الوقت. احنا عندنا ساعات في اليوم بنكون فيها أكثر تركيزا، البعض صباحي والبعض مسائي. اعرف وقتك المثالي واستغله صح. التحفيز الذهني مهم برضو. يعني ايه؟ يعني لازم تحط لنفسك أهداف واضحة وصغيرة تقدر تحققها. كل هدف بتحققه بيديك دفعة من الدوبامين اللي بيخليك عايز تكمل وتنجز أكتر. طيب، ايه رأيك في التأمل؟ 5 دقايق بس في الصبح من التنفس العميق والتأمل ممكن تحسن تركيزك طول اليوم. ده مش كلام نظري، ده مدعوم بأبحاث علمية. المهم كمان إننا نفهم إن التركيز مش حالة ثابتة. في أوقات هتلاقي نفسك مشتت، وده طبيعي. المهم إنك تعرف ترجع لحالة التركيز بسرعة. زي العضلة، كل ما تتمرن عليها كل ما تقوى. وأخيرا، متنساش إن التكنولوجيا ممكن تكون صديق أو عدو للتركيز. في تطبيقات كتير ممكن تساعدك تنظم وقتك وتركيزك، بس برضو ممكن تكون سبب في التشتيت. استخدمها بحكمة. قبل ما نختم، عايز أقول لكم إن التركيز مش هدف في حد ذاته، ده وسيلة تساعدك توصل لأهدافك. خلي عندك صبر وثقة إن التغيير ممكن، بس محتاج وقت ومجهود. لو استفدت من الفيديو ده، متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وسيب لنا في الكومنتات تجربتك مع التركيز، وإيه النصيحة اللي جربتها ونجحت معاك. شكرا لوقتكم، وأراكم في الفيديو القادم. دمتم في أمان الله.